في ليلة راس السنة بنلاقي راجل غريب معاه شنطة غريبة، معاه سلاح، بيدخل مشتى الورد وبيتكلم معاه حد من العمال، لكن هو ساكت وغامض. بيدي العامل الشنطة وبيفتح يلاقي فلوس كتير، فبيسلمه العامل مفتاح عربية وبيقول له إن الشنطة في العربية. وبعدين فجأة بنلاقي العامل ده مات بطريقة مجهولة، وبيدخل عامل تاني عشان يلحقه، فبيقتلوا الراجل الغامض وبيولع في المكان وفيهم، وبيروح ياخد الشنطة من العربية ويمشي. ده إيثان، ودي حبيبته نورا اللي بنعرف إنها حامل، وبتكون مبسوطة ومتحمسة هي وإيثان، وبيبدأوا يجهزوا عشان شغلهم. وبتكون نورا عاوزة تشرب قهوة، بس نيثان بيقول لها إنه ممنوع في الحمل، فبتاخد منه القهوة وبتقول له هتشرب شوية صغيرة، وإنه مش مشكلة لو ابنهم ما طلعش عبقري يعني. وبيركبوا العربية وبيتحركوا على شغلهم وبيحاولوا يحتفلوا بيوم راس السنة. إيثام بيكون شغال أمن في مطار لوس أنجلوس، وبنلاحظ إنه متوتر ومش مستقر نفسيا، وده بسبب شغله، وإنه كان نفسه يكون وضعه أحسن ومستقر ماديا لما يجيله طفل. وبيركبوا باص المطار وبتطلب منه نورا إنه يقدم في أكاديمية الشرطة تاني كهدية ليها في يوم راس السنة، وإن دي الحاجة اللي بتخليه متحمس لحياته لو نجح فيها. فبيقول لها إنهم رفضوه، فبتقول له أنت قدمت مرة واحدة، لازم تحاول تاني. وبتفكره هو حاول قد إيه معاها عشان يكونوا سوا، وإنه جه يشتغل في لوس أنجلوس عشان بس يكون قريب منها. وهنا بنعرف قد إيه إيثان بيحب نورا، وإنه شخص بيسعى ورا الحاجة اللي عاوزها، مش بيستسلم بسهولة. بس الدنيا ما اديتوش أي فرصة، وبيوصلوا المطار وكل واحد بيروح لشغله، ولكن بيخبط شخص غريب في إيثان وبيوقع عليه القهوة وبيكمل طريقه عادي. فبيقول له إيثان ليلة راس سنة سعيدة عليك. بيبص إيثان في الساعة فبيلاقي نفسه اتأخر على ميعاد الشغل، فبيجري عشان يلحق يغير ويستلم الشغل. وبنعرف إن اليوم زحمة وضغط عشان أجازة راس السنة وناس كتير بتسافر، فبيكون في ضغط شغل كبير عليهم. وبيكون مدير الأمن عامل اجتماع وبيتكلم مع الموظفين وبيعرفهم إنه لازم يكونوا هاديين، وإنه ممكن يحصل مشاكل بسبب الزحمة، وإنهم لازم ما يعطلوش المسافرين ويحافظوا على سلامتهم. وبيجي ضابط المطار وبيعرفهم إنهم اكتشفوا إن في تذاكر مزورة اتباعت، وإن كل موظف أمن معاه قلم بيكشف التزوير، وإن لو حد لقى حاجة زي كده يبلغ شرطة المطار وهم هيعملوا اللازم، واللازم يخلوا بالهم ويكونوا مركزين. وبيخلص الاجتماع وبعدها بيتكلم إيثان مع صاحبه وبيقول له إن نورا عاوزاه يقدم في أكاديمية الشرطة، وبيقول له صاحبه إن معاها حق، وإن شغله كأمن في المطار مش أحسن حاجة ومش مربح، خصوصا إن هيكون عنده طفل والأطفال مصاريفهم كتير ولازم يكون مستعد لده. فبيتوتر إيثان، لكن صاحبه بيقول له إنه واثق فيه وإنه قدها. وبيروح بعدها إيثان للمديرة ويطلب منها إنه يترقى، وإنه محتاج يتقدم خطوة في وظيفته، لكن المدير بيرفض وبيقول له إنه هيرقي اللي فعلا بيحب شغله وبيهتم بيه وعاوز يكبر فيه، مش اللي قرر يترقى عشان يزود دخله. وبيسيبه يدخل مكتبه، فبيدخل ورا إيثان وبيقول له إنه يديله فرصة ويخليه يقف في التفتيش، لكن مديره بيقول له إنه وزع الموظفين الأعلى على التفتيش وإنه ملوش مكان بينهم. فبيتنازل صاحبه عن مكانه وبيقول له خليه يقف مكاني في التفتيش وياخد فرصته. وفعلا بيقف إيثان مكان صاحبه في التفتيش. هنا بنشوف راجل غريب بسلاح رابط شخص جنبه وقاعد بيراقب كاميرات المطار، ومن شكله بنفهم إنه بيخطط لحاجة خطر وكبيرة. بنرجع للمطار وبنلاقي إيثان بيبعت رسالة لنورا بيقول لها إنه هيقف على جهاز التفتيش كفرصة ليه عشان يترقى درجة أعلى، وإنه متحمس ومبسوط، وده فعلا هيفتح باب لنيثان. بس يا ترى للأحسن ولا للأسوأ؟ كملوا معانا عشان تعرفوا اللي حصل. بيبدأ إيثان شغله الجديد وبيشغل خط سير جهاز التفتيش، وبتبدأ الناس تحط شنطهم في الجهاز. وبنلاقي الراجل اللي على الكاميرات بيشوف الموظفين، وبيكون في حد تاني بيكلمه وبيقول له إنه دخل بيت صاحب إيثان على أساس إنه موظف على جهاز التفتيش، وإن ده الهدف عشان يبتزوه ويعملوا اللي هم عاوزينه. ولكن بيكتشفوا في آخر لحظة إن في تغيير، وإن إيثان هو اللي مكانه. فورا بيجيبوا بياناته وبيغيروا الخطة، إنهم بدل ما يخطفوا عيلة صاحب إيثان ويبتزوه بيهم، إن إيثان هيكون مكان صاحبه عشان يشوفوا حاجة يبتزوه بيه، وإنهم لازم ينجزوا المهمة بأي تمن. بنلاقي واحدة من المسافرين بتنادي على إيثان وبتقول له
إنها لقت سماعة مش بتاعتها، فبياخدها عشان يحطها في قسم المفقودات. في اللحظة دي بيلاقي مسج مجهولة بتقوله يلبس السماعة. بيبص إيثان حواليه مش بيلاقي حد، فبيجيله مسج تانية إنه لازم ينفذ الكلام. وفعلا بيلبس إيثان السماعة وبيلاقي حد بيكلمه وبيقوله إنه هيفضل فاكر اليوم ده طول عمره لو ما نفذش اللي هو عاوزه. ما بيكونش إيثان فاهم حاجة وبيفتكر إنه حد صاحبه وبيعمل فيه مقلب، لكن بيبص بيلاقي صاحبه جنبه بيشتغل. وفي الوقت ده بيكون حد دخل بيت إيثان وبيلاقي صور نورة وإيثان وبيعرفوا إنها كمان حامل، فبتكون نورة هي دي نقطة ضعف إيثان اللي هيقدروا يضغطوا عليه بيها. بيرجع إيثان على الجهاز وهو بيسمع الشخص المجهول وبيقول له المجهول إن في حد تبعه مسافر، وبيقول له رقم الرحلة وكل البيانات، وإنه لازم يعدي الشنطة اللي هتكون مع الشخص ده وإلا هيموت شخص عزيز عليه اللي هي نورة. وبيقول له إنه ما كانش المقصود في الخطة وكان المفروض صاحبه مكانه وإنهم كانوا في بيت صاحبه وهيخطفوا عيلته، بس الخطة اتغيرت على آخر لحظة بسبب التبديل اللي حصل بينه وبين صاحبه وهيخطفوا عيلته. فبيتوتر إيثان وبيجريه وبيحاول يتصل بالشرطة، لكن بيكون المجهول بيراقبه وبيكلمه يقول له يقفل الموبايل حالا وإلا هيقتل نورة. بيقفل إيثان التليفون وبيحطه في الدرج وبيقول له إنه معاه وهيعمل اللي هو عاوزه بس ما يأذيش نورة. بيقول له بمجرد ما الشنطة تعدي والرحلة تطلع هيكون هو ونورة في أمان، لكن لو الشنطة اتفتشت أو حد من الشرطة حس بحاجة نورة هتموت. بيوافق إيثان وبيكمل شغله. بنروح لمشتل الورد بنلاقي المطافي جت والشرطة كمان وبيحققوا في جريمة، وبنعرف إن العمال دول شغالين تبع المافيا ومتسجل على عامل فيهم جرايم. وبيلاقوا جهاز تسجيل صغير بس عطلان فبيقرروا يصلحوه لأنه ممكن يكون سجل الجريمة اللي حصلت. بنرجع للمطار وبيكون الوضع ماشي طبيعي، لكن إيثان بيكون متوتر وخايف بس بيفضل يتكلم مع المجهول ويجاريه. وبيكون بيسجل الكلام على الساعة بس بيشوفوا المجهول وبيقوله يحط الساعة جنب التليفون في الدرج ويبطل يحاول يخدعهم ويفتكر إن حياة نورة قصاد الشنطة وإن اليوم مش هيعدي بسلام لو المجهول ما وثقش فيه، وإنه ضيع فرصتين والتالتة مش هتعدي. هنا ما بيكونش فيه فرصة قدامه غير إنه يسمع الكلام وينفذ الاتفاق. وبيبدأ إيثان يركز مع الأصوات اللي حوالين الشخص ده لحد ما يعرف مكانه ويشوفه، فبيقرر إنه يكتب للشرطي على تذكرة واحد من المسافرين مكان الشخص المجهول. وفعلا بيروح ويدور عليه، لكن المجهول بيمشي وبعدين يخبط في الشرطي وفجأة بيموت الشرطي. فبيحزن إيثان لأنه كان السبب في موته وإن دي كانت تالت مرة وإن المجهول حذره. وبيقعد إيثان في الاستراحة وفجأة بيلاقي المجهول جنبه وبيقوله إنه حذره كذا مرة لكنه مش بيصدق، ولو فضل يعمل كده هيخسر نورة. وبيقوله إن بعد شوية هيجيله الشخص بالشنطة وبيسأله لو عارف هو هيعمل إيه، فبيرد عليه إنه ما يعملش حاجة ويعدي الشنطة من التفتيش وبس. بيرجع إيثان للجهاز بيلاقي صاحبه جيسون رجع مكانه والمدير رافض التبديل بينهم تاني. ما بيكونش إيثان عارف يعمل إيه، والمجهول بيقوله إنه لو مرجعش هيبقى بيلغي الاتفاق وبيعرض نورة للخطر وإنه لازم يتصرف ويلاقي طريقة يرجع بيها. فبيروح إيثان ويحط مخدرات في قهوة جيسون ويبلغ المجهول المدير إن جيسون بيشرب مخدرات، فبيمشيه المدير. وبيرجع إيثان على الجهاز تاني وكده يقدر ينفذ الخطة وينقذ نورة. وبتوصل الشنطة على الجهاز وبيظهر إن فيها مادة سامة خطيرة بتعمل نزيف داخلي حاد. بمجرد ما الشنطة هتتفتح هيخرج منها غاز سام ويقتل كل اللي على الطيارة. فبيتصدم إيثان ومش عارف يعمل إيه. في نفس اللحظة بتكون المحققة كول صلحت جهاز التسجيل وبتحاول تسمع اللي عليه وما بيكونش الكلام واضح، لكن بتسمع اسم غريب واسم المطار. ولما بتبحث بتلاقي ان دي اسم المادة السامة اللي في الشنطة اللي إيثان عداها. فبتتصل بالأمن الداخلي وبتبلغهم وبتكون الشنطة عدت من التفتيش. وبيشكر المجهول إيثان، ولكن بيجيله خبر ان الشرطة بلغت وزارة الأمن الداخلي. بيدخل إيثان الحمام وبيروح المجهول وراه ويهدده ان معاه سلاح. فبيقول له إيثان ان الطيارة عليها 250 شخص ليه يقتلهم، وان المجهول قال له انه مش هيأذي حد. وبيرد عليه انه مهمته انه يوصل الشنطة للطيارة لكن اللي جوه الشنطة ملوش دعوة بيه. وبياخد منه موبايله وبيقول له ان لازم يبعت منه رسالة، ما بنكونش عارفين الرسالة دي لإيه ولا لمين. وبيقول له إيثان
إنه نفذ اللي هو عاوزه، كده هيكون بأمان هو ونورة. بيرد المجهول عليه إن لما الطيارة تطلع هيكونوا بأمان، وبيقول له إن استراحة الغداء هتبدأ ولازم يتعامل عادي ويمارس يومه زي كل يوم، وإن لو حصل أي توتر أو تغيير نورة هتدفع الثمن. بنلاقي ضابط من وزارة الأمن الداخلي بيروح للمحققة كول وما بيكونش مصدقها لأن مفيش أي دليل، وجهاز التسجيل قديم ومش واضح، وإنه ما يقدرش يتصرف على مجرد كلام. في اللحظة دي بيجي زميل كول ويبلغها إن في حد من المطار اتصل بالإسعاف وإن ده رقم إيثان، فبتتأكد كول والظابط إن في حاجة خطر. بنرجع لإيثان بيكون في الاستراحة مع نورة وبيتكلموا عن كل الأحداث اللي حصلت في المطار من الصبح، وبعدين بتقوله إنهم لازم يسافروا عشان يغيروا جو ويحتفلوا. بس إيثان بيكون مش مركز معاها ومتوتر، فبيقوله المجهول إنه لازم يركز معاها وما يحسسهاش بأي اختلاف، وبيفضل يكلمه وبيمليه يقول لها ايه. وفي نفس الوقت نورة بتكلمه فبينفعل إيثان ويقول له بطل تقول لي اعمل ايه، ولكن نورة بتفتكر انه بيكلمها وبتزعل لانها ما تعرفش ان في حد بيكلم إيثان، فبيعتذر منها إيثان وبتمشي نورة. بنروح لكول والظابط وبنعرف ان موبايل إيثان مقفول من وقتها، وانهم اتواصلوا مع شرطة المطار وقالوا انه اتصال غلط، ولكن بيعرفوا ان الشرطي اللي في المطار مات بأزمة قلبية. فبتقول كول للظابط لسه مش مصدق كلامي، بيقول لها ان كل دي احداث عادية وما فيهاش اي تهديد. بيعملوا فحص سموم على جثة الظابط وبيبعتوا تنبيه للمطار عشان يعملوا تفتيش عشوائي للمسافرين، وفعلا بيتواصلوا مع المطار وبيبدأ التفتيش، وده بيسبب ازعاج للمسافرين وما بيكونش إيثان فاهم اللي بيحصل، وبيفضل يسأله المجهول ولكن إيثان ما يعرفش حاجة. وبيطلب مدير الأمن الموظفين لاجتماع طارئ وبيقول لهم إنهم هيعملوا تفتيش عشوائي لعدد معين من المسافرين، وإن هيتبعت لهم قائمة بالناس دي ولازم يتعاونوا مع الشرطة ويلاقوهم. بياخد إيثان الجهاز ويسجل الدخول ببطاقة المدير وبيغير اسم القائمة لاسم صاحب الشنطة، وبتكون العصابة مش شايفاه لأن مفيش كاميرات مراقبة في مكتب الاجتماعات. بيخلصوا الاجتماع وبيروح كل واحد مكانه وبيشكر المدير إيثان وبيقول له إن اليوم صعب عليه كيوم اختبار. وبعدين بيجي جيسون يقول لإيثان إنه عارف إنه هو اللي عمل كده وعمل ده عشان الترقية، وإنه ما كانش متخيل إن ممكن صاحبه يغدر بيه عشان ترقية. وبيتضايق إيثان لأنه خسر صاحبه عشان يحافظ على حياة نورة، وإنه مش هيقدر يفهمه هو عمل ده ليه. وبيبدأ التفتيش وفعلا بياخدوا صاحب الشنطة، فبيسأل المجهول إيثان إيه اللي حصل وليه خدوا صاحب الشنطة. بيقول له إيثان إنه ما يعرفش حاجة، فبيرد عليه المجهول ويقول له أيا كان اللي حصل فهو السبب فيه وهو اللي هيدفع تمن ده. فبيقوم إيثان وبيرمي السماعة وبيجري عشان يلحق نورة، وبيتحرك حد من العصابة عشان يقتل نورة، وبيوصل إيثان لنورة وبياخدها ويجري، لكن نورة بتوقفه وتقول له إنها عرفت اللي عمله مع جيسون صاحبه. وفي اللحظة دي بيكون القناص مستهدف نورة، فبيلبس إيثان السماعة تاني وبيقوله المجهول إنه لو اتكلم هيقتلوها وإنه قدامه 3 ثواني عشان يسيب نورة ويرجع. وبتفضل نورة تسأل إيثان عمل ليه كده وإن دي مش شخصيته ولا أخلاقه، لكن ما بيردش وبينسحب ويمشي عشان يحافظ على حياتها. وبيدخل الحمام يغسل وشه، فبيدخل عليه المجهول ويضربه وبيكون هيموته، لكن إيثان بيسحب منه السلاح وبيهدده ويقول له يبلغ القناص يبعد عن نورة وبعدها هيسلمه للشرطة. بيمسك فعلا الموبايل ولكن بيفعل قنابل غازية موجودة في كل فتحات التهوية للمطار، وبيقول له إنه بدل ما كان هيموت 250 شخص في الطيارة هيموت كل اللي في المطار. فبيهدده إيثان ويقول له يلغي القنبلة، ولكن بيقول له المجهول إن لازم تكون الشنطة قدامه عشان يوقفها. وبيقول لإيثان يروح للشنطة وهو يقول له يوقف التايمر إزاي. وبيكون مدير الأمن بيفتش صاحب الشنطة وبيطلب منه يفتح قفل الشنطة، وبيكون إيثان بيجري عشان يلحق الشنطة وبيوصل للمكتب، ولكن مديره بيكون جوه مع صاحب الشنطة، فبيقوله المجهول إنه يقتله بالمسدس بس ما بيقدرش إيثان. وللأسف صاحب الشنطة بيقتل المدير فبيضربه إيثان، لكنه بيتفاجئ إنه كمان بيتهدد بعيلته زي إيثان، وإن ماتيو مش من ضمن العصابة، وإن المجهول بيكلم ماتيو برضه ولازم ينفذ كلامه عشان يحافظ على عيلته. فبيكلم المجهول إيثان وبيقول له
أرقام قفل الشنطة، وبيفتحها إيثان وبيكون فاضل دقيقتين على القنبلة، وبيكمل إيثان الخطوات عشان يوقف القنبلة. وفجأة بيجي زميل إيثان وبيحاول يدخل، لكن الباب مقفول، فبيحاول يفتح الباب وبيكون فاضل 30 ثانية بس. وعلى آخر لحظة بينجح إيثان وبيوقفها. بنروح للمحققة كول اللي بتعرف إن ضابط المطار مات بسبب مادة بتعمل أزمة قلبية، فبتتأكد إنه مات بفعل فاعل وإن في حاجة خطر هتحصل. وبيقول لها إن في ضابط من الأمن الداخلي هيتواصل معاها، فبتعرف كول إن الراجل اللي معاها من العصابة وممتحل شخصية ضابط. بيفتح إيثان الباب لزميله بعد ما يخبي جثة مديره وينظف المكان، وبيقول له إنه كان بيفتش الشنطة مكان مديره. بيشك زميله إن في حاجة بتحصل ولكن مفيش دليل، فبيمشي. بترفع كول السلاح على الشخص اللي معاها وبتسأله أنت مين، وإنها عرفت إنه مش ظابط. وبيحصل بينهم اشتباك كبير وهم على الطريق، وبيحاول الشخص ده إنه يقتلها، وبتتقلب بيهم العربية وبيكونوا لسه عايشين، فبيحاول يقتلها ولكن كول بتقتله على آخر لحظة. بتكلم زميلها وتحكي له اللي حصل وتقول له يبعت الشرطة للمكان فورا. وبيكون إيثان ومعاه ماتيو رايحين يخبوا جثة المدير، فبيكلم المجهول ماتيو ويطلب منه يقتل إيثان، ولكن إيثان بيشوفه في المراية. وبيحصل بينهم خناقة كبيرة وبتقع الشنطة على السير، وبيحاول إيثان يهرب من ماتيو. وبالرغم من إن إيثان حذر ماتيو من السلاح، ولكن بينفجر السلاح في ماتيو ويموت. بياخد إيثان موبايل ماتيو ويتصل بنورة عشان يحذرها ويقول لها تروح للشرطة، لكن ما بتردش. فبيبعت رسالة لزميله. بتكون كول وصلت المطار بتدور على إيثان. بيدخل المجهول ورا إيثان عشان يقتلها وياخد الشنطة تاني، وفعلا بيتصاب إيثان وبيكون في جهاز تتبع في الشنطة. بيعرف المجهول مكان الشنطة منه، بس إيثان ما يعرفش، فبيستخبى إيثان وبيسيب الشنطة. وبيجي المجهول ياخدها ويمشي، وبيروح زميل إيثان يوري نورة الرسالة وما بتكونش فاهمة حاجة لحد ما بتلاقي واحد من العصابة داخل المطار عشان يقتلها. فبتجري نورة وبيحاول زميل إيثان يمنع الشخص ده إنه يقتلها، ولكن بيتقتل. وبيروح يدور على نورة. بتكون كول وصلت لمكان إيثان وبتعرف إن في خطر كبير وعصابة، وبتبلغ الشرطة والأمن الداخلي، فبيقفلوا المطار ويوقفوا الرحلة. بتحاول نورة تهرب من العصابة وبتخرج بره المطار، لكن بيطردوها وبيحاولوا يقتلوها. بتوصل كول لإيثان وبتحاول تقبض عليه، لكن هو بيهرب منها وبيقول لها ان الشنطه لسه مع المجهول، وبيعرفها تفاصيل الرحله بتاعته، ويقول لها انه لازم يلحق نوره والا هيقتلوها، وانهم مهكرين الكاميرات ومعاهم ناس بره المطار وانهم محترفين. بيدور ايثان على نوره وبيسمع صوتها بتصرخ، فبيجري عليها وبيكون حد من العصابه وراها هيقتلها. فبيلف ايثان عشان ياخد الطلقه مكانها، ولكن بيتقتل الحد ده، واللي بيقتله الشخص اللي كان رابطه في البدايه. وبنعرف انه قريب ماتيو اللي مات، وبيقول لايثان ان العصابه خدعته وإن المجهول هيسافر بالشنطة على رحلة تانية. وبتبدأ كول تدور على المجهول زي ما وصف إيثان، وبيكون المجهول وصل على الطيارة. وبتعرف كول إن عضوة البرلمان الأمريكي مسافرة لواشنطن من نفس المطار، وإن العصابة عاوزة تغتالها ولكن بشكل غير مباشر بإنهم يقتلوا كل الطيارة بغسام. وبتعرف رقم الرحلة وبتقول لهم يوقفوها فورا. وبتدور نورة وإيثان على الشنطة وبيعرفوا هي على رحلة كام، وبيقول لها إيثان إنه هيقدر يوقف القنبلة، وإنها تبلغ كول إنها ما توقفش الرحلة عشان العصابة ما تفعلش القنبلة. وفعلا بتوصل نورة لكول وبتقول لها ما توقفش الرحلة وإن إيثان هيوقف القنبلة. بتقول لها كول ما اقدرش اخاطر بارواح الناس عشان ايثان بيقول انه يقدر يوقفها. فبتقول لها نورة انه وقفها مرة ويقدر يوقفها تاني. وفعلا بيوصل ايثان للطيارة وبيدخل بسرعة في مخزن الشنط، وبتبلغ كول بان الطيارة تطلع. وبيدور ايثان على الشنطة وبيلاقيها فعلا وبيوقف القنبلة، ولكن المجهول بيجيله اشعار على الموبايل فبيتحرك وينزل مخزن الشنط وبيلاقي ايثان وبيضربه بالنار. فبيحصل انذار في الطيارة وبيبلغ الطيار شرطة المطار، وبيرجعوا بالطيارة للمطار وبياخد المجهول الشنطة عشان يفعل القنبلة. لكن إيثان بيكون خد اسطوانة الغاز وبيحبس المجهول في التلاجة وبيرمي معاه الاسطوانة وبيقفل عليهم، وبيموت المجهول بالغاز السام. وبيكون إيثان خد حقه وحق الناس اللي ماتت. وبتوصل الطيارة على المطار وبتكون الشرطة مستنية الطيارة. بيخرج إيثان من المخزن وبيعرف كل اللي حصل، وبتطلب كل إنهم يخلوا المكان ويخرجوا المسافرين من الطيارة، وبيبعتوا فريق المواد الخطرة. وبتيجي نورة لإيثان وياخدوا إيثان للإسعاف عشان مصاب، وبتطمن عليه وبتقوله إنها كانت واثقة فيه وعارفة إنه هيوقفها. وبتشكره كول وتقوله يكلمها بعد ما يتحسن. بعدها بسنة
بتكون نورة خلفت، وفي المطار مسافرة مع إيثان ليلة راس السنة ومعاهم جيسون وعيلته. وفي الوقت ده بيكون إيثان ضابط شرطة في لوس أنجلوس، وفي النهاية بيكون إيثان حقق اللي بيتمناه وكون أسرة سعيدة وبقى في وضع أحسن ورجع علاقته بصاحبه من تاني، وكل حياته اتغيرت للأحسن. وده بس عشان هو راجل ذكي وطموح وضحى بنفسه عشان عيلته وعشان أرواح الناس. قول لنا رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات. سلام.